السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح سعيد عليكم جميعا، أهلي وأصحابي وأحبابي، وحشتوني. يا رب دايما أشوفكم بخير. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، وهحاول إن أنا أنقي ألفاظي على قد ما أقدر. في مسلسل بيتعرض على التلفزيون المصري اسمه أزمة منتصف العمر، وكل النقاد والروائيين والسينمائيين والتلفزيونيين واللي مش عارف والإعلاميين طالعين بيتكلموا إن ده إبداع ما بعده إبداع، وهو ده اللي يتقدم للمهرجانات، وهو ده اللي يتقدم للجوائز. أنا حابب أقول كلمتين لصناع العمل. مبدئيا اللي بيحصل ده مش إبداع، اللي بيحصل ده في مسلسل أزمة منتصف العمر ده اسمها قلة أدب. قلة أدب ما تعودش عليها المصريين، ما يعرفهاش المصريين، مش في طباعنا وأخلاقنا. ولو أنت عاوز قصص زي كده كتير فيها والعياذ بالله زنا محارم، وفيها شواذ، وفيها الأندروير بتاع منى زكي، ممكن تدخل على أي موقع من مواقع البورنو وهتلاقي قصص كتير قوي. خد منها ونزلها تحت اسم الإبداع وحرية الفن والتعبير. اللي بيحصل ده يا جماعة هو تنفيذ لأجندة نتفليكس، الأجندة الشيطانية لنتفليكس، بداية من الأندروير بتاع منى زكي لمهرجان الجونة لشخصيات الشواذ اللي موجودة في كل عمل فني وسينمائي وتلفزيوني، وكله تحت الفن وحرية التعبير. دلوقتي بقينا بنقدم المحرمات بتاعت ربنا تحت حرية التعبير. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا. الفن في مصر عمره آلاف السنين، من أيام الفراعنة وإحنا عندنا فن. إحنا بلد نجيب محفوظ وأحمد زويل ودكتور فاروق الباز، إحنا بلد الشيخ الشعراوي. اللي بيحصل ده ما بيمثلش مصر، مش بيقدم مجتمع مصر. اللي بيحصل ده أجندة شيطانية بتتغلغل في المجتمع المصري علشان تثبت قيم منحطة بكرة وبعده أبنائنا يتلخبطوا. اللي بيحصل ده بيخلق مجتمع مشوه بدون هوية، وإحنا كمصريين عندنا هوية آلاف السنين، عندنا آلاف الأفلام والمسلسلات اللي عايشة بقالها مئات السنين. ممكن تتفرج على فيلم بقاله 100 سنة وتقعد تضحك عليه من الكوميديا ومن الأخلاق المصرية والقيم المصرية. يا راجل زمان كنت تشوف الطالب الصغير، الطفل الصغير بيتقدم بصورة ازاي. دلوقتي الطالب بقى جايب لك الطالب اللي لسه في ابتدائي بيكلم ابوه بيكلم ابوه ازاي. بقى في الفاظ وبقى في حاجات بره مجتمعنا. وعلى فكره في الافلام بتاعت زمان دي ما كانش في علاقات محرمه بتحصل بين واحد وحماته. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيخون بلده، لكل واحد بينفذ أجندة عشان يضر بها بلده. وبره الأجندة كده اكتب لي إبداع وحرية التعبير. سلمنا على الإبداع. السلام عليكم.